مساء الخير. غدا الأحد هو يوم آخر من الأجواء الحارة بسوس والسهول الوسطى والجنوبية، وغدا صباحا سحب منخفضة وضباب سيهم السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وأجواء ستكون مستقرة بباقي أرجاء البلاد. غدا بعد الزوال ستتكون سحب كثيفة فوق الأطلس قد تكون مصدر بعض القطرات مطرية، وسماء ستكون قليلة السحب بالشمال والوسط ومشمسة جنوب المملكة. درجات الحرارة غدا صباحا ستصل إلى 8 درجات بفران، 13 بوجدة وأيضا بفاس، 12 منتظرة بمكناس، 10 بالعاصمة الرباط، 11 بعروس الشمال طنجة، و20 درجة بكل من السمارة والقويرة. غدا بعد الزوال ستسجل 29 درجة بوجدة، كذلك بالرشيدية ورزازات، 35 بالمدينة الحمراء مراكش، 21 درجة منتظرة بالدار البيضاء، و37 درجة بالعيون. ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟ يوم الاثنين طقس سيكون محليا حار بوسط البلاد ونسبيا حار بالجنوب الشرقي وبالسهول الواقعة غرب الأطلس، وبعض القطرات مطرية محتملة بالأطلس وبالجنوب الشرقي. الثلاثاء ستواصل الأجواء الحارة بوسط وجنوب المملكة وأيضا بالسهول غرب الأطلس، وستهب رياح قوية نسبيا على طنجة. اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه أعماله أمس في نيويورك باعتماد برنامج عمل للمياه تلتزم فيها الدول الأعضاء بتسريع التقدم نحو الهدف الذي يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى هذا المصدر الحيوي وإلى الصرف الصحي وضمان استدامة المياه وإدارة الموارد المائية. ولقد تم اعتماد الخطة بعد 3 أيام من المناقشات التي ركزت خلال هذا المؤتمر على مراجعة منتصف المدة لتنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2016. وفي حديثه في الحفل الختامي دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى وضع مسار علمي جديد لإحياء أجندة المياه، مشيرا إلى أن كل آمال البشرية تعتمد أيضا على تنفيذ القرار الحاسم والالتزامات الشاملة والملموسة التي تعهدت بها الدول الأعضاء والأطراف الأخرى في المؤتمر. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.